بعد ليلة قضيتها بنقص فيها إمبراطورة مالية ضخمة، انتهى بيا الحال إنها بقت حامل مني في توأمة. استغلت لحظة ضعفها بعد ما ولدت، وفي السر كده خدت واحد من العيال وهربت بعيدة. وبعد 5 سنين وبسبب نقلي في الشغل رجعت من فرع الشركة اللي برا مصر لمقر الرئيسي هنا. قلت لابني يا ابني خليك هنا في البيت والعب مع طنطا، بابا لازم يخرج دلوقتي علشان يمضي عقد مهم وهرجع لك على طول. ابني هو ماسك المسدس بتاع الفقاعات بتاعه قعد يتنطط ويجري في الصالة وهو بيعمل أصوات بوم بوم بوم، وقال لي ما تقلقش يا بابا. وأول ما خلصت مضي العقد ونزلت تحت شفت ست غريبة بتشيل ابني بسرعة وتحشره جوه عربية زرقاء. جريت بأقصى سرعة عندي زي المجنون وخطفت الولد منها. هو رمى نفسه في حضني والدموع كانت نازلة على وشه زي الشلالة. ولما رجعنا البيت فجأة الموبايل بتاعي قعد يرن ومسكتش خالص، وأول ما رديت سمعت صوت واضح وقوي عارفه كويس من السماعة. كان صوت ابني. يا بابا لازم اقول لك على حاجة بس ارجوك ما تزعلش مني. انا اتسحبت وخرجت من البيت علشان ادور عليك، وفي الطريق قابلت ست ملامحها باردة خدتني لبيتها وطلع اني شبه ابنها بالظبط، وهي اتلخبطت وخدت الشخص الغلط. اعمل ايه دلوقتي يا بابا؟ ايدي اللي ماسكه الموبايل اتجمدت في مكانها وقفلت مشلول تماما، وعقلي وقف عن التفكير خالص. لو ابني مش في البيت يبقى الطفل اللي قاعد هادي في البانيو ده دلوقتي ابن مين؟ قلت لها اني مش ابنها بس هي ما صدقتنيش. ده كمان قلت ان كنت بتنطط كتير وعاقبتني ومنعتني من العشاء. وفي الناحية التانية من المكالمة ابني لسه عمال يشتكي من الظلم اللي شافه، وقبل ما اقوله ولا كلمة الولد اللي في البانيو همس وقال ما تخافش، ماما مش ست وحشة، هي بس شكلها يبان يخوف بس هي في الحقيقة طيبة جدا. الليلة دي هتخلي الشغالات يجيبولك أكلة. عيني وسعت من الصدمة وأنا ببحلق في الطفل اللي في البانيو ده. قلت له أنت عرفت كل ده منين؟ وأول ما الكلمات طلعت من بقي فهمت الحكاية. الرعب تملكني وسألت بتردد وصوتي كان ناشف الست اللي ابني بيتكلم عليها دي هل ممكن تكون مامتك؟ الواد الصغير هز راسه ببساطة ووشه ما كانش عليه أي تعابير خالص، بس التأكيد ده كان زي قنبلة انفجرت في صدري. الدنيا اسودت في عيني. ايه الصدفة الغريبة ديت؟ الواد اللي انا جبته ده ما طلعش ابني خالص، وابن الحقيقي اللي من لحم ودمي الست ديت خدته معاها للبيت، والواد اللي قدام عيني دلوقتي هو ابنها هي. حاولت اثبت نفسي واجبرت نفسي انها تفضل هاديه، وقلت لابني في التليفون الوقت اتاخر النهارده، هاجي اخدك بكره وهنبدلكم انتوا الاتنين ونرجع. بس ابني اللي في التليفون والولد اللي في البانيو صرخوا مع بعض في نفس الوقت. لا مستحيل. بصيت للتليفون وبعدين رجعت بصيت للبانيو. الواد الصغير بص للناحيه التانيه وفضل ساكت كذا ثانيه، وبعدين اترجل كده بصوت واطي ومكسور ممكن افضل هنا يوم واحد بس؟ انا نفسي اعرف ايه هو الشعور لما يكون عندي اب. الكلام ده شك قلبي زي الإبرة وخلى من المستحيل إن أقول لأ. فكرت في ابني اللي كبر من غير أم جنبه، هل هو كمان كان بيتمنى في السر يكون عنده أم؟ وفي اللحظة دي ابني اللي في التليفون قعد يهتف بفرحة. يا لها من صدفة، أنا ما عنديش أم، بس السبب الحقيقي اللي مخليني عاوز أفضل هنا هو إن في أكل كتير حلو أوي هناك. كنت متضايق وميت من الضحك في نفس الوقت، وكان نفسي ايدي تطول التليفون واديله قلم على ودانه. الولد العبيط ده يروح بيت ناس غرباء ويبقى فرحان كمان، ما عندوش ذرة احساس بالخطر، هو مش خايف يكون اتخطف، وكأنهم كانوا مخططين لكل ده من قبل كده. الاتنين قعدوا يترجوا مع بعض. ارجوك يا بابا يا بابا علشان خاطري المرة ديت بس، ارجوك يا سيدي يوم واحد بس. كنت مذهول من كتر ما هما الاتنين متفاهمين مع بعض، وكنت باصص لعينيهم اللي كلها امل. بجد ما اقدرش ارفض. طلعت تنهيده من غلبي وقلت خلاص طالما انتوا الاتنين بخير يبقى هو يوم واحد بس، ماشي؟ بكره بالليل هترجعوا تتبدلوا من تانية. ولما خدوا موافقتي ابني قفل التليفون وهو طاير من الفرحه. بصيت للولد الصغير اللي في البانيو وصوتي هدى غصب عني وسالته انت اسمك ايه؟ رد بصوت ناعم وقال امي بتناديني تشين تشينه. قلت له طيب يا تشين تشينه انت متعود تنام لوحدك ولا في حد بيبات جنبك؟ تشين تشين هز راسه بالراحه كده زي ما يكون راجل عجوز صغيره. اتكلم برزانه وعقل اكبر بكتير من طفل عنده 6 سنين، وقال انا بدات انام لوحدي من وانا عندي 3 سنين، مش محتاج حد يواسيني. انا شجاع جدا، حسيت بنغزه جوه قلبي. هو ده الفرق. لحد دلوقتي ابني لسه بيحتاجني احكي له حكايه واطبطب على ظهره علشان يعرف ينام، لكن تشين اتعلم يعتمد على نفسه
وهو لسه عيل صغير قوي. بعد ما طفيت النور خرجت من أوضة تشين تشين وقفلت عنه الباب وبدأت أراقبه بتركيز، لسه واخد بالي دلوقتي إن رغم إن تشين تشين وابني شبه بعض بالملي بس روحهم مختلفة خالص. ابني مليان طاقة ورغية وعينيه فيها براءة غبية، لكن تشين تشين هادي بشكل مش طبيعي ومسيطر على نفسه، عينه فيها نضج ما يناسبش سنه خالص وكأنه متكتف بتوقعات كبيرة عليه من بدري قوي. قعدت أصبر نفسي وأقول إن الشبه ده مجرد صدفة، مثلا الإنترنت دايما فيه قصص عن ناس غريبة شبه بعض بالظبط، غالبا الموضوع ملوش أبعاد تانية، بس عمري ما توقعت اللي حصل ده. الصدفة اللي بيقولوا عليها دي كانت في الحقيقة ترتيب غريبة. وتاني يوم الصبح حضرت الفطار، تشين تشين كان عاجبه وهو بياكل قطمات صغيرة ومؤدبة، قلبي دف في مكانه. قررت إن النهاردة هحاول أحقق له كل أمانيه علشان يعيش تجربة الفرح بوجود أب جنبه ولو لمرة واحدة بس. قلت له انت ممكن تختار اي مكان عاوز تروحه النهارده، هروح معاك في اي حته تختارها ماشي. عيون تشين تشين لمعت في لحظه زي النجوم اللي بتنور فجاه في سما الليله، وشه الصغير كان مذهول ومش مصدق بجد. اي مكان؟ قلت له ايوه، انا مش هكذب عليك. قال لي نفسي اروح جنينه الحيوانات وبعدين الملاهيه. صوت تشين كان فيه امل حزن وكانه خايف اقول لا، ولما شافني بهز راسي بالتاكيد اتصرف اخيرا زي اي طفل طبيعي وقعد يهتف بفرحه والضحكة منورة طلعت على وشه. قلبي وجعني شوية، باين إن أمه فعلا نادر جدا لما توديه أي مكان، لدرجة إن الحاجات البسيطة دي بالنسبة له حاجات غالية جدا. أول محطة لينا كانت جنينة الحيوانات، وطول الطريق اللمعة اللي في عين تشين تشين ما اختفتش خالص. الولد اللي عادي بيكون هادي أول ما شاف النمور والأسود والزرافات والباندا الحمراء قعد يشد في إيدي بحماسة وعمال يحكي لي عن عادات الحيوانات ديت وصفاتها. بقه الصغير مسكتش خالص من الكلام وعينيه كانت بتلمع بفضول عن العالم ده. ولما خلصنا الجنينة رحنا على الملاهي على طول، سحلني وراه علشان نركب العربيات اللي بتخبط في بعض مرة ورا التانية، وقعدنا نخبط لحد ما دخت وبطني بقت تقلب عليا وما قدرتش استحمل أكتر من كده. رفعت ايدي واستسلمت. يا تشين تشين ارحمني ارجوك، لو خبطنا تاني انا هرجع كل اللي في بطني. تشين تشين ما كانش دايخ خالص، طبطب على ظهري بايده الصغيره ووشه كان في منتهى الجديه وقال بس انا لسه عاوز العب، دي ممتعه جدا. الشمس بدات تغرب بالراحه ونور الغروب خلانا نقضي يوم طويل هنا. رجلي خلاص ما عادتش قادره تشيلني ولا قادر اصلب طوليا. مسكت ايد تشين واحنا خارجين ببطء من الملاهيه، نزلت المستوى علشان ابص في عينيه وسالته بحنيه انت اتبسطت النهارده؟ تشين هز راسه بقوه وبعدين هز راسه بالراحه. بصت له وانا مستغربه انت ليه فرحان ومش فرحان في نفس الوقت؟ عيون تشين بدات تحمر بالتدريج ومناخيره الصغيره بدات تخنف وصوته اتكتم شويه وقال انا عارف انك هترجعني البيت دلوقتي، النهارده كان يوم حلو قوي بس لما بفكر اني مش هشوفك من تانية بيخليني زعلان بجد. تردد لثواني وبعدين مد ايده الصغير وشد القميص بتاعي بالراحه وتمتم بصوت واطي كان هيبقى شيء عظيم قوي لو كنت انت ابويا. قلبي وجعني وعينيا بدات تلمع شويه. مديت ايدي ومسحته على شعره الناعمه وبدات اهدي فيه بالراحه. لو جالنا فرصه نتقابل من تانية هخرجك نلعب سوا مره تانية ماشي؟ تشين هز راسه بقوه والدموع اخيرا نزلت غصب عنه بس فضل يحاول يبتسم لي بكل قوه. مشيت ورا العنوان اللي تشين اداهولي وصوت العربيه لحد منطقه فيلا راقيه جدا. الامن هناك كان شديد بشكل مش طبيعي وكل فيلا كانت ضخمه جدا، واضح ان ده مكان ما بيسكنش فيه غير اغنى اغنياء العاصمه. وقفت عند البوابه الرئيسيه وكلمت ابني على الساعه الذكيه بتاعته وهمست له اتسحب واخرج من غير ما حد يشوفك علشان تشين يعرف يدخل بسرعه. انتوا الاتنين بدلوا مع بعض في السر، اياك تخلي حد ياخد باله. واول ما تشين دخل من الباب لف وشه وقعد يشاور لي بقوه ووشه الصغير كان باين عليه انه مش عاوز يمشي خالص. وانا ببص للوشين الصغيرين اللي شبه بعض بالظبط حسيت بمرار وحنان في قلبي في نفس الوقت، احساس بجد ما يتوصفش. وفي اللحظه دي بالظبط ومن بين فتحات بوابه الفيلا شفت شخصيه عارفها كويس ماشيه ناحيه المدخل. قلبي وقع في رجليا والدم في عروقي كانه اتجمد. كانت هي الأميرة الصغيرة المشهورة اللي عيلت بيه في العاصمة باي كينج جواجا. وبالفطرة كده مسكت ايد ابني اللي كان لسه بيشاور ولفيته ومشيت بعيدة. كنت بتمشى بسرعة البرق وكأني بهرب بجلدي علشان أنجو بحياتي. أنا كنت غبي أوي، إزاي ممكن يكون في صدفة كده في الدنيا؟
طفلين شبه بعض بالملي ومتفاهمين بشكل رهيب وحتى بيحبوا نفس الحاجات، ده مش مجرد شبه، ده كان رابط بالدم. اللحظة اللي شفت فيها باي كينج جوانج فهمت كل حاجة. تشينج كان هو الابن التوأم التاني اللي هي ولدته، والطفل اللي انا انقذته من 5 سنين واللي انا جبته البيت بالصدفة كان ابن الحقيقي اللي اتفصلت عنه لمدة 5 سنين. عمري ما كنت احلم ان هقابل ابن التاني ده بالشكل العبثي والدرامي اللي حصل. كنت ماشي وانا مش على بعض خالص وعقلي في حالة فوضى تامة. زمان خدت ابني وهربت بيه مصر، وكنت فاكر ان مش هيبقى ليا اي علاقة بعيلة بيت ديت من تاني ابدا، بس القدر بيجيبني لهنا. اتجرجرت ورجعت لها هي وانا غرقان في افكاري. ابني جيت نطت ومسك ايدي والرغاي الصغير بدأ يتكلم من تانية. يا ابويا التجربة كانت ساحرة قوية، انا وهي شبه بعض بالظبط، وامي حتى ما خدتش بالها. هو عنده ام بس ما عندوش اب، وانا عندي اب بس ما عنديش ام. يا لها من صدفة. صح يا ابي، انا ما عنديش فكرة. لازم يصحى الساعة 5 الصبح وعنده دروس بيانو الساعة 9 وانجليزي الساعة 10 ونص وصحته الساعة 12 الظهر. ده لسه من شوية خلتني احفظ مقال طويل عريض وقالت لي مش هتاكل غير لما تحفظه. كويس انك جيت تبدلني في الوقت المناسب، والا كنت هبات جعان بجد النهارده. كل ما بسمع اكتر كل ما كنت بتعصب اكتر، وايدي كانت بتترعش من كتر الغيظه. تشين عنده 6 سنين بس، في سن المفروض يكون فيه بيتحرك وبيلعب، لكن باي كينج جوانج بتجبره على دروس كتير قويه. مش مستغرب انه ناضج كده وهو لسه صغير. هو اتجبر على كل ده. بصيت للولد اللي ماشي جنبي ومنطلق ولا على باله، وفجأة حسيت بندم وحسرة كبيرة على نفس زمانه. أنا ليه كنت عاجز كده؟ ليه ما كنتش عندي القدرة إن آخد الطفلين معايا علشان يكبروا جنبي من غير ما يتفصلوا عن بعض، ومن غير ما يضطر واحد فيهم يستحمل القسوة والنظام الشديد اللي هو فيها؟ بس الحقيقة المرة زمان ما كانش عندي أي حاجة. تربية طفل واحد خد مني كل اللي ورايا واللي قدامي. ببساطة ما كنتش أقدر أصرف على الاتنين. إن يفضل واحد مع عيلة بيه كان على الأقل هيضمن إن مش هيشيل هم الأكل واللبس وهيعيش أحسن حياة مادية. ده كان أحسن اختيار قدرت أوصل له وقتها. بس لما أفتكر قد إيه تشين كان حزين السنين ديت كلها، الذنب غسلني زي الموجة العالية. فات 3 شهور الحضانة أعلنت عن يوم رياضي للأطفال وأولياء الأمور يوم الجمعة، وكان لازم الأهالي يحضروا. أنا مخصوص لغيت كل مواعيد شغلي وفضيت اليوم ضايع على الآخر علشان أدعم ابني في كل الأنشطة. وفي وقت بدري من صباح يوم الجمعة أنا وابني لبسنا الترنجات اللي كنا مجهزينها من قبل كده علشان نكون شبه بعض. الولد الصغير كان مليان طاقة وحيوية، قعد يخبط على صدري بكل حماس ويقول لي بصوت عالي: يا بابا احنا لازم النهارده نكسب المركز الاول ومش هنتنازل عنه. لما شفت روح القتال والشراسة اللي في عينيه ابتسمت وهزيت راسي وقلت له: خلاص يا بطل، انا معاك وهطلع كل اللي عندي علشان نكسب سوا. اول لعبة كانت سباق الرجلين المرتبطة، ولسه الحكم بيمل علينا علشان يساعدنا نربط رجلينا في رجل بعض. لفيت راسي فجأة لقيت ابني فص ملح ودهب واختفى من جنبي. قلبي اتقبض وخفت عليه وقعدت ادور عليه بعين في كل حتة بسرعة لحد ما شفت جسم صغير عارفه كويس وهو جاي ماشي ناحيتي بكل خطوة وثباته. سحبته كده ووقفته ورايا على طول وعملت نفسي وش خشب ورسمت التكشيرة وكأني زعلان منه وقلت له: هو مين بقى اللي كان بيقول عاوز يكسب المركز الأول النهارده؟ لو فضلت تتنطط وتجري هنا وهناك هنطلع الأخير والناس كلها هتسبقنا. الغريب بقى إنه ما ردش عليا ولا جادلني زي عادته، بص لي كده بعينيه اللي بتلمع وهز راسه بكل قوة وأكد: يعني خلاص مفيش جري ولا تنطيط وهنجيب المركز الأول. أول ما صفرت الحكم بتضرب رفعنا رجلينا وجرينا بأقصى سرعة عندنا ناحية خط النهاية، ومن غير ما أتوقع كنا منسجمين مع بعض بشكل مش طبيعي. خطواتنا كانت ماشية مع بعض بالظبط ومن غير كعبلة واحدة تحصل لنا، ووصلنا وخدنا المركز الأول بكل سلاسة. حضرنا بعض وقعدنا نهلل ونشجع وكنا طايرين من الفرحة ومفيش كلام يوصف الشعور ده. اللعبة التانية كانت سباق تتابع البالونة. حشرنا البالونة بينا وفضلنا نتحرك بحذر شديد، بس في نفس الوقت كنا سارعين جدا، ومرة تانية كسبنا في أقل وقت ممكن. وابننا قعد يتنطط من الفرح ووشه الصغير كان منور بالفخر والانتصار. وفضلنا على الحال ده سلسلة مكاسب ورا بعضها واكتسحنا البطولة في كل لعبة دخلنا فيها من غير استثناء. بس مع الوقت بدأت أحس إن في حاجة مش مظبوطة. الولد اللي جنبي ده فيه إنه رغم إنه نسخة طبق الأصل من ابني في الشكل، بس شخصيته كانت هادية زيادة عن اللزوم وحركاته كانت انسيابية وناعمة أكتر بكتير من ابني. قلت أجرب كده وأشوفه، فناديت وقلت: تشين. الولد الصغير رد علي على طول بمنتهى الوضوح، وأول ما الكلمة طلعت من بقه عرفت إن غلطة كبيرة حصلت. راح بسرعة حاطط إيده على بقه وعينيه اتملت ندم ووشه بقى أحمر زي الدم. قعدت أدلك في راسه من الصدمة. خلاص بقى الموضوع بقى واضح وضوح الشمس، ومن حظنا الغريب
ان الطفلين كانوا لابسين نفس الهدوم بالظبط النهارده، وحتى قصة شعرهم كانت هي مفيش فرق. لو ما بصيتش بتركيز جامد مستحيل كنت تعرف تفرق بينهم ابدا. تيشين تردد كتير قبل ما يجمع شجاعته ويعتذر بصوت واطي وقال لي انا لسه منقول الحضانه ديت قريبه، وما عرفتش غير النهارده في اليوم الرياضي اننا في نفس الفصل. وقال انه شاف ابني قبل شويه، وابني ساله لو ينفع يبدل الاماكن ويلعب مكانه لحد ما اليوم يخلص، وهو وافق وهمس لي وهو بيقول انا اسف يا فندم، هو ينفع لسه اجي ادور معاك والعب معاك في المستقبل؟ كلمه الرفض كانت لسه على طرف لساني، بس بجد ما قدرتش اطلعها من قلبي. ده غير ان اصلا كنت ناوي انقل ابني لمدرسه تانية وخلاص، علشان لو الموضوع ده طول باي تشينج شوانج في الاخر هتعرف الحقيقه. السكوت اللي طال ده خلى تشين يفهم انا قصدي ايه، واللمعه اللي كانت في عينيه طفت واحده واحده، والدموع بدات تتجمع في زاويه في عينيه. دور وشه الناحيه التانية وقعد يمسح دموعه، وبعدين لفلي تانية وهو بيجبر نفسه على ابتسامه باهته وقال انا فاهمه. لما شفته بيحاول بكل قوه انه يبان متماسك قلبي وجعني عليه قوي، بس ما كانش في ايدي حاجه اعملها له. وانا ماشي ناحيه المنطقه بتاعه فصل العيال لمحت باي تشينج شوانج على طول، كانت ظاهره واضحه وسط الزحمه كلها. في ذكرياتي هي ما كانش يهمها غير شغل الشركه وبس، بارده ومغروره، وكنت فاكر ان اللي جاي مع تشين هتكون مربيه او شغاله. عمر ما توقعت انها تيجي بنفسها كده. ابني كان واقف جنبها بكل أدب وهدوء، نسى خالص شقاوته وحركاته المعتادة، وكان بيتصرف كأنه طفل مثالي وما بيعملش أي دوشة خالص. المرة اللي فاتت كنت مشغول بالهرب منها فمعرفتش أبص في وشها كويسة. المرة دي بقى وأنا مستخبي في الزحمة قعدت أراقب باي تشينج في هدوء، لسه زي ما هي مفيش حاجة اتغيرت، واقفة بكل شموخ وفخر وسط الناس، زي الوردة اللي بتبص عليها من بعيد وتعجبك وتخطف قلبك، بس هي حاطة مسافة بينها وبين أي حد. لما فكرت في الموضوع دلوقتي فكرة إن أقدر أقرب منها زبانة وإننا نشارك ماضي مع بعض، الموضوع بجد كان كأنه حلم جميل. شاورت لابني من بعيدة، شافني وبص بحزن كده لباي تشينج، وأول ما لقاها مش بصة راح متسحب على طول وجرى لعندي. خبطته خبطة خفيفة على وشه كده بصباعي، وعملت نفسي متغاظ منه وقلت له بقى ليك عين تضحك على ابوك وتخدعه كده؟ ابني مسك قرطه وقعد يبرطم ويشتكي. زقيت تشين ناحية باي تشينج، ومسكت ايد ابني ولفيت علشان نمشي. في اللحظة دي صوت باي تشينج رن من ورانا، صوت بارد ويخوف، وقالت تشين انت رايح فين وبتجري على فين تانية؟ لسه زي ما هي دايما بتتعامل مع ابنها كأنه موظف عندها، وبتفرض عليه معايير الكبار القاسية. العيال مش عرايس خشبة ولا هم مكان آلاته، الطفل ليه أفكار وليه مشاعر خاصة، بس باي تشينج عمرها ما فهمت الكلام ده. تشين قعد يبرطم ويبرر موقفه وقال يا أمي أنا كنت محتاجة أروح الحمام، بوعدك مش هجري بعيد تانية. ردت عليه وقالت أنا مش عارفة أنت طالع لمين اليومين دولت، أنت العادي بتاعك إنك هادي ومؤدبة، بس النهاردة عمال تتنطط كأنك تحت نار ومش طايق تقعد مكانك. هو أنت ما عندكش واجبات كفاية تشغلك؟ لما نرجع البيت النهاردة هتكتب كل دروسك مرتين. أنا كنت شيط من الغضب، جسمي كله كان بيترعش وكنت في قمة نرفستي. هل علشان تشين شبهي شوية هي بتطلع كل غلها وكرهها القديم ليا في الولد المسكين ده؟ وفي اللحظة دي في صوت راجل عارفه كويس دخل في الكلام وقال لقيت تشين. ده كان صوت جينج شوانا. ضيقت عيني كده وحسيت بقرف شديد مالي قلبي، باين عليه فضل جنب باي تشينج طول السنين ديت، وحاله اتظبط ومقامه عالي جدا لدرجة انه بقى يجي اليوم الرياضي بتاع الاباء والولاد مع تشين. لما شاف دموع تشين رسم وش الطيبة على طول وقال بصوت ناعم يا تشين ما تلومش الرئيسة بايا، انت مش شايف انها كانت هتموت من القلق عليك؟ احنا اتقسمنا وقعدنا ندور عليك طول الوقت، الحمد لله انك بخير. وبعد ما قال كده لف علشان يهدي باي تشينج وقال لها يا سيادة الرئيسة تشين لسه صغيرة وطبيعي جدا يكون عنده طاقة شوية، ارجوك اهدي. بشوية كلام قدر يهدي الجو المتوتر ده. زمان لما كنت لسه مع عيلة باي كان دايما كده برضه، بيبان من بره انه هادي ومؤدب بس من جوه مليان مؤامرات وخطط، وكان حاططني في دماغه في كل خطوة وبيحاول يوقع بيني وبين باي تشينج. مسكت ايد ابني وكملت مشي لبره، بس حسيت بنظره حد زي السكينه بتخترق ظهري، وصوت بيقول له استنى عندك، اقف مكانك. قلبي وقع في رجلي ساعتها، مش معقول تكون بتناديني انا صح؟ ما وقفتش وفضلت ماشي على طول. لقيتها بتقول له يا اللي لابس الترنج الازرق انا بكلمك انت. بصيت بصه سريعه حواليا وسط الزحمه بتاعه الاهالي ولقيت اني الوحيد اللي لابس ترنج ازرق. بصيت في حاله تاهب قصوى، هل معقول عرفتني باللبس ده؟ واللي بتناديني انا بالذات؟ اول ما لفيت صوت باي تشينج رن من تانية وكأنه صوت فيه سلطة وهيبة
ما تقدرش ترفضه. وشوشت لابني وقلت له استخبى كويس وما تظهرش خالص. الشمس كانت حامية والنار هادية، وعشان كده كنت قاصد البس كعبة ونضارة شمس قبل ما انزل من البيت. كنت مداري نفسي على الاخر، ما كانش في طريق ابدا تخليها تعرفني. لفيت ورفعت راسي وعملت نفسي هادي وسالتها حضرتك محتاجه مني حاجه؟ لما جينج شوان سمع الصوت ديت جه هو كمان سلم الولد للمربيه ووقف جنب باي تشينجا وقعد يبص لي من فوق لتحت وقال لي انا لسه شايف تشين بيجري عليك، انت تعرفه؟ باي تشينج ضيقت عينيها وقعدت تفحصني بتركيز وعينيها كانت مليانه شكه. كنت فاكر اني مش هلفت النظر والناس مغطيانية، بس نسيت انها ورثة عيلة بايا وانها في سوق الشغل والبيزنس من وهي طفلة، وده خلاها نبيهة جدا وبطلت اي حاجة مش طبيعية حواليها. وطيت صوتي شوية وقصدت اخلي فيه بحة كده واتكلمت بمنتهى الصدق وقلت الولد ده كان بيجري بسرعة قوي وكان هيتكعبل ويقع، انا بس لحقته وكنت ماشي لما حضرتك ناديت عليا. ولو مش مصدقاني تقدري تشوفي كاميرات المراقبة، يمكن علشان كلامي كان باين انه حقيقي وعلشان احنا في مدرسة ومستحيل حاجة وحشة تحصل فيها. باي تشينج هزت راسها ولفت علشان تمشي، بس جيونج شوان رسم وش الغرور ورفع دقنه وقال لي الولد اللي انت ساعدته ده يبقى وارث ابن عيلة غنية، اعتبر نفسك محظوظة. الرئيسة باي بتهتم جدا بالولد ده، خد الشيك ده تقدر تصرف 30,000 يوان من اي بنك، اعتبرها هدية شكر. ضحكت بسخرية من جوايا، هو فاكر نفسه بقى سيد عيلة باي خلاص. وشي فضل هادية وما بينتش اي تعبير ورفضت بقطع وقلت له مفيش داعي، اي حد مكاني كان هيساعد ومش محتاج اي فلوس. طلع صوت استهزاء كده ووشه كان كله احتقار وقال خلاص اتكل على الله وغور من هنا. لفيت واخدت ايد ابني وكنت جاهز امشي، بس باي تشينج اللي كانت مشت خلاص لفت فجأة ونظرتها جت عليا وسألتني بكل برود ابنك في فصل كام وعنده كام سنة؟ كنت في منتهى الحذر في اللحظة دي، ورق نقل المدرسة لسه مخلصش وما كانش ينفع اديها اي معلومات حقيقية عنه خالص. رحت مقلب فصل وسن من دماغي وحاولت بكل طاقتي اخلي نظرة عيني هادية. باي تشينج ما قالتش ولا كلمة، مش عارف ده كان خيال مني ولا بجد، بس شفت لمحة خيبة امل سريعة في عينيها. لما جينج شيوان شاف كده سألها يا سيادة الرئيسة بايا في مشكلة مع الراجل ده؟ هي فاقت من سرحانها وهزت راسها ورجعت لبرودها وغرورها المعتادة. ولما لفت علشان تمشي جينج شيوان جرى وراها بسرعة، وقبل ما يمشي بص لي كده نظرة باردة وحادة جدا. أول ما وصلنا البيت ناديت على ابني وترددت كتير قبل ما اتكلم، وفي الآخر قلت له احنا لازم ننقل لحضانة تانية. ابني ما فهمش ليا وفتح عينه على الآخر وكان باين عليه إنه مظلوم قوي وقال ليا أنا مبسوط هنا جدا وتشين معايا في الفصل، لو نقلت مش هشوفه من تانية. الأخين خلاص بقوا مرتبطين ببعض جدا وده رابط الدم اللي مفيش حد يقدر يكلمه وما حدش يقدر يقطعهما. مسك ايدي وقعد يترجاني يا ابويا مش عاوز ابعد عن تشينة، احنا بنحب نفس الحاجات واحنا احسن صحاب لما بنلعب مع بعض، مش عاوز اخسر اعز صديق عندي. لما شفت ابني حزين كده قلبي وجعنا عليه جدا، كان من النادر انه يلاقي صديق يتفاهم معاه بالشكل ده، ولو رفضت طلبه دلوقتي اكيد هيتوجع قوي من جواه، بس ما كانش ينفع خاطره. لو باي تشينج عرفت ان ابني وتشين نسخة واحدة كل اسراري هتتكشف، ولو ده حصل حتى حقي ان اعيش في سلام مع ابني هيتاخد مني على طول. بصيت له والذنب مال عيني وشرحت له بالراحة انا اسف يا حبيبي بس علشان شغلي انت لازم تغير المدرسة، بس بوعدك لما يفضى عندي وقت بعدين هجيبك تلعب معاه من تانية ماشي؟ ولدهشتي ابن هز راسه كأنه فهمه وبطل يعيط وما بقاش يعمل دوشة. بدأت فورا اجهز ورق النقلة، بس عمري ما تخيلت في حياتي كلها ان في اليوم اللي رحت فيه مع ابني علشان نخلص اجراءات النقل انه يختفي فجأة. الرعب سيطر عليا في لحظة وعقلي وقف ما بقاش يفكر في اي حاجة، وافكار مرعبة كتيرة قعدت تيجي وتروح في بالي. هل باي تشينج عرفت الحقيقة؟ هل بعتت حد يخطف ابنه ويبعده عني؟ بس لما فكرت بالعقل استبعدت الفكرة دي بسرعة. لو كانت عرفت فعلا ما كانتش هتسكت السكوت ده كله، كانت اكيد هتيجي تخبط على بابي على طول. كنت هتجنن وقعدت ادور في كل حتة ابني ممكن يروح فيها، ما كانش في الحضانة ولا في الملاهي اللي بيحبها ولا حتى في الجنينة اللي جنب بيتنا. ده انا حتى طلعت بالعربية جالي على فيلة تشينج شوانج علشان اشوفه، بس اول ما وصلت لقيت الدنيا مقلوبة وهرج ومرج قدام البوابة الرئيسية. الخدم كانوا عمالين يجروا داخلين خارجين وشكلهم
وشكلهم كان مرعوب ومذعور بجد. قلبي وقع في رجليا وفهمت في لحظتها ان تشين هو كمان مختفيه، ولسه هطلع الموبايل وانا في قمه توتري وبسرعه علشان اطلب الشرطه، فجاه لمحت الناحيه التانيه في الشارع طفلين شبه بعض بالظبط وماسكين ايد بعض وعمالين يتنططوا وهم بيعدوا الطريقه وداخلين على الملف اللي الرؤيه فيه مش واضحه. وفي نفس اللحظه كان في عربيه كبيره طالعه بسرعه الصاروخ ناحيتهم. السواق قعد يضرب كلاكسات بجنونه بس ما كانش في اي طريقه يقدر يقف فيها في الوقت المناسب، وداني بدات تصفر من الصدمه. ومن غير ما افكر ثانيه واحده ودمي متجمد في عروقي رميت نفسي لقدام بتهور ومن غير حساب، واستخدمت كل ذره قوه في جسمي. سحبت العيلين وحضنتهم بقوه في حضني واندفعت بيهم لقدام. واحنا بنتدحرج على الارض العربيه بتطلع صوت فرامل قويه وحك في ظهري قبل ما يطير ويعدي من جنبي. موجه الهواء اللي سابها ورايا خبطت في وشي بوجع، وشي كان شاحب زي الميتين وقلبي كان بيدق لدرجه انه كان هيطلع من صدري. بصيت تحت على الطفلين اللي في حضني وانا بترعش من الخوف. الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب انهم كويسين. انتوا ليه اتسحبتم وخرجتم من غير ما حد يحس؟ انتوا عندكم اي فكره احنا كنا قلقانين عليكم قد ايه؟ والشارع مليان عربيات كتير كده. انتوا عارفين اللي حصل ده كان خطر قد ايه دلوقتي؟ لو كان حصل لكم حاجه كنا هنعيش ازاي بعدكم؟ اول ما اتاكدت ان هم ما فيش فيهم حاجه عملت وش خشب وزعقت لهم بجد وعنفتهم علشان كنت عارف ان هم غلطوا. الطفلين قعدوا يعيطوا منهارين من الخوف. تشين قعد يشهق وهو بيعيط وقال احنا كنا عارفين انك هتنقله المدرسه تانية، مع انك قلت انك هتجيبه يلعب معايا بعدين كنا خايفين اننا ما نشوفش بعض تاني ابدا. كل اللي كنا عاوزينه اننا نقضي يوم واحد ممتع مع بعض، بس كنا خايفين انك ما ترضاش. علشان كده استخدمنا الساعات الذكيه بتاعتنا علشان نخطط للموضوع ده في السر واتسحبنا وخرجنا مع بعض. انا كنت متغاظ وفي نفس الوقت الموضوع يضحك بجد، ما كنتش عارف اعمل ايه مع العفاريت الصغيرين دول. طلعوا متبادلين ارقام بعض وبيانات التواصل ومخططين لمقابله سريه، وفضلوا يبصوا له بعيونهم الواسعه المليانه دموع وهم بيترجوني. يا ابي ما دام احنا خرجنا خلاص ممكن تفسحنا النهارده طول اليوم وبعدين تروح تشين البيت. ابوس ايدك يا عمو، انا بجد بحب اكون معاك قوي. لما سمعت انكم ماشيين فضلت حزين طول الليله، هو يوم واحد بس لعبه موافقه. سكت كتير لثواني كنت اقدر اقول لا لابني، بس لما بصيت في عيون تشين اللي كان عنده امل وحزن في نفس الوقت ما قدرتش ارفض خالص. قلت له طيب اتصل بامك قول لها انك تهت وانا لقيتك وانا هروحك البيت بعدين وما تخليش امك تقلق عليك. مع ان باي تشينج كانت شديده قوي مع تشين بس كنت حاسس انها بتهتم بيه بجد وخايفه على سلامته. تشين هز راسه بسمع طاعه ورفع السماعه بتاعته علشان يتصل بامه، وصوت امه الغاضب طلع من التليفون على طول وهي بتقول انت بجد قلبك ميت انك تتسحب وتخرج وتوه كده؟ طيب ما ترجعش بقى خالص. وصوت جينج شوان جه بعدها على طول وكان باين عليه قله الحيره وهو بيقول يا تشين مامتك بتقول كده بس علشان هي متعصبه. لما انت اختفيت هي لغت اجتماعات مهمه جدا قيمتها 20 مليار يوان ورجعت جاريه علشان تدور عليك وهي عارفه انك مع حد غريب. طبعا هي قلقانه، افرض قابلت حد وحش، خليك شاطر وقول لي انت فين وانا ومامتك هنيجي ناخدك. تشين بص له وهو بيطلب المساعده، وطيت صوتي واتكلمت في التليفون وقلت ما تقلقوش الشخص اللي معاه تشين هو انا. احنا اتقابلنا في اليوم الرياضي بتاع الحضانه، تشين وابني مقضيين وقت جميل وبيلعبوا وانا هجيبه البيت بعدين. جين شوان رفض يسكت ونبره صوته كانت كلها شك وقال وايه اللي عرفنا؟ مش يمكن انت حاطط تشين في دماغك علشان مركزه ومكانته واستدركته علشان يخرج معاك؟ هاته دلوقتي وحالا والا هطلب البوليس. وفي اللحظه دي صوت بينج البارد طلع تانية وبكلمه قليله وقصيره قالت هاتوا النهارده بالليل. وبعد ما قالت كده قفلت السكه. الطفلين قعدوا يهيصوا ويحتفلوا بصوت عالي فورا. ما كانش قدامي غير ان ابتسم بقله حيره وقلت ماشي حتى لو ما كنتش هقدر اعوض تشين عن حزن الاب اللي هو فيه، فعلى الاقل قبل ما امشي لازم اخليه يستمتع باجمل وقت في حياته كلها. اخدته لمحل الالعاب علشان يلعب على مكنه العرايس اللي تشين بيحبها قوي، وانا كنت شاطر فيها وقدرت اكسب شنطه كامله مليانه عرايس لدرجه ان ابني ما كانش قادر يشيلهم كلهم من كترهم. وبعد ما تعبنا من اللعبه لقينا مطعم علشان ناكل لقمه. ابني ما كانش بيقدر ياكل شطه خالص، وعاده لما كنت بطبخ كنت بعمل اسمين، واحد مشطشط ليا وواحد
من غير شطه ليا. ما كنتش عارف ذوق تشين في الاكل خالص، فطلبت اطباق شطه خفيفه واطباق تانية من غير شطه خالص. والمفاجاه كانت ان ذوق تشين زي ذوقي بالظبط، احنا الاتنين بنعشق الاكل المشطشط خالص. بعد ما اكلنا وشبعنا وصلت تشين بالعربيه لحد البوابه الرئيسيه للفيلا وقلت له يدخل بسرعه. يلا يا بطل ادخل جوه بسرعه قبل ما امك تبدا تقلق عليك. تشين شد ايدي وقعد يتدلع عليا ويقول يا عمو ممكن توصلني لحد الباب بالظبط؟ قلبي داب ساعتها منه وسبته يشدني ووصلنا لحد باب الفيلا. اول ما وصلنا عند الباب لقيت باي تشينج وجينج شوان واقفين هناك وما كانش في حد فيهم شكله مبسوط، خطواتي اتكعبلت وكنت متضايق من جوايا. بيج وانج قالت لتشين ببرود انت لعبت طول اليوم، ادخل جوه بقى وعوض الواجبات اللي فاتت. وقلت لها الظاهر مفيش حاجه تانية، الولد رجع بالسلامه انا همشي بقى. وبكده لفيت علشان امشي، بس باي تشينج فضلت تبص لي بتركيز شديد، بصات خلت جسمي يترعش. ما كنتش قادر اقف اكتر من كده وسرعت خطواتي. بس وانا بلف جينج شيوان سخر مني ونبره صوته كانت عاليه جدا وعدوانيه وقال انت عمال تظهر قدام تشين مره واحده ورا الثانيه، انت ناوي على ايه بالظبط وعاوز توصل ليا؟ شرحت له بقله حيره وقلت والله دي كانت مجرد صدفه، صدقت او لم تصدق انا بضمن لك ان هبعد عنكم من هنا ورايحه ومش هظهر تاني ابدا. لما تشين سمع الكلام ده اللمعه اللي في عينيه انطفت على طول، وشه الصغير اتملى خيبه امل. ولما شفته كده قلبي وجعني، بس ما كانش عندي حل تانية، بس لما ابعد عنهم هقدر انا وابني نعيش حياه هاديه وامنه. لكن الولد الحمار ده بيقول له انت فاكر ان هصدق الكلام بتاعك؟ انا عرفت من مقابلتنا اللي فاتت انك نيتك مش كويسه، انت عايز تستخدم تشين علشان تقرب من الرئيسه مش كده؟ الرجاله اللي بيجروا ورا الفلوس والمصالح اللي زيك شفت منهم كتيره. جينج شيوان كان بيطلع منه استفزاز من ساسه لراسه زي ما كان بيحصل زمان. كل ما راجل تاني يظهر جنب بينج تشانج كان بيتحول ويبقى عدواني جدا وبيستخدم كل الحيل اللي في الدنيا علشان يبوظ كل حاجه. ما كانش عندي خلق ان اتجادل معاه، فقلت له ببروده صدقت اللي انت عاوزه انا ماشيه. وفي اللحظه ديت بالظبط بيت تشينج اللي كانت ساكته طول الوقت فجاه اتكلمت وامرت الحارس اللي جنبها وقالت امسكوها. قعدت اعافر واقاوم بكل قوتي وبصيت لها بغضب وقلت مفيش قوانين بتقول اللي انت بتعمليه ده، انا قلت لك قبل كده اني مش عاوز اقرب منك والمرتين اللي فاتوا كانوا صدفه مفيش بعدها، سيبوني امشي. انا قلت اني مش هظهر تاني ابدا. جينج شيوان ابتسم بخبث وطلع لقدامه ومد ايده علشان يخطف النضاره الشمسيه من على وشه وقال بس الناس المشبوهه هي اللي بتخاف توري وشها، خلينا نشوف انت مين بالظبط. وفي اللحظه دي ابني جرى من ورايا وجسمه الصغير خبط بقوه في الحارسه وقعد يضرب جينج شيوان بقبضته الصغيره ويخبط برجليه بكل قوه وقعد يعيط بصوت عالي ويصرخ ما تضايقوش ابويا ابعدوا عنه. وبعدها فتح دراعاته الصغيره على اخرهما وكان بيحميني بابتسامه زي وحش صغير شجاع. ولما جينج شيوان والحراس شافوا وش ابني بوضوح كلهم اتصدموا، صرخوا من الصدمه وقالوا ما السيد الصغير. لما باي تشينج سمعت الدوشه دي لفت راسها واول ما شافت ابني اتجمدت في مكانها على طول، وشها بقى ابيض زي الورقه وعيونها اتملت صدمه وعدم تصديق. تشين بيشد ايده بقوه من المربيه ويجري هو كمان علشان يحميني، فتح دراعاته هو كمان علشان يحميني وصرح بصوت عالي مفيش حد مسموح له يأذيه، اللي يأذيهم يبقى يأذيني انا كمان. طفلين صغيرين شبه بعض بالظبط واقفين عن يمين وعن شمال وبيحموني. كل اللي واقفين كانوا مذهولين تماما، ازاي في اتنين سيد صغيره؟ جينج شيوان هو كمان كان مذهول على الاخره والابتسامه اتجمدت على شفايفه وعيونه كانت مليانه حيره مش طبيعيه. اما انا فكنت شايف كل حاجه بوضوح. باي تشينج فقدت اعصابها ووقفت مشدوده وعينيها كانت بتترعش بشكل مش مستقر خالص. طبعا هي عرفت الطفلين دولت الاتنين خرجوا من بطنها هي ومن لحمها ودمها. طلعت تنهيده هاديه مفيش داعي للاستخباء اكتر من كده. رفعت ايدي ببطء وقلعت النضاره الشمسيه واول ما جينج شيوان شاف وشي صرخ من الصدمه هو كمان، وشه بقى وحش جدا. باي تشينج مشيت ناحيتي بسرعه ومدت ايديها وهي بتترعش على سن تلمس وشي، بس لما شافت نظراتي البارده رجعت ايديها ببطء لورا. عيونها ما كانتش قادره تبطل تبص في وشي وكانت مليانه لهفه ووجع ال50 سنه اللي فاتوا. وقالت لي لو جينجونج انا بقالي 5 سنين بدور عليك. الجمله دي بس خلت ابني يبص لي وهو متلخبط وبعدين بص لباي تشينج وشه الصغير كان كله حيره وفي الاخر ما قدرش يمسك نفسه وسال بصوت واطي هو انت تعرفي ابويا يا طنطا؟ باي تشينج نزلت على ركبتها قدامها وايدها اللي بتترعش بدات تطبطب على ابني بحنانه ودموعها في الاخر نزلت غصب عنها وصوتها كان مخنوق ومهذبه. انا اخيرا شفتك، عينيك وحواجبك شبه امك بالظبط. انا طلعت ضحكه استهزاء بارده وقلت بنبره تلجه خلاص ما دام شفتيه احنا لازم نمشي. وبكده سحبت ابني وكنت جاهز ان امشي، بس فجاه مجموعه من الحراس طلعوا لقدام وسدوا الطريق علينا. كشرت وبصيت لباي ايه معنى الكلام ده؟ باي تخلت عن برود
بردودها المعتاده، وعلت صوتها وقالت انت كنت مستخبي بقالك 5 سنين ودلوقتي بعد ما تقابلنا اخيرا لسه عاوز تمشي؟ بقوتي لوحدي ما كانش فيه اي طريقه ان اقدر اخد ابني وامشي النهارده. لفيت راسي وابتسمت بمرار وقلت ما دام لقيتينا خلاص يبقى ايه الفايده من الاستخباء؟ بس حاجتنا لسه في البيت القديمه، هاخده ونرجع نجيبهم علشان باي تشينج تكبر مجموعه الباقه وتوصلها للمكانه العاليه ديت. ما كانتش بتنخدع بسهوله، ابتسمت ابتسامه خفيفه ونبره صوتها كانت قويه وقالت لوج يانجا انا مش غبيه للدرجه دي، انا تعبت جدا علشان الاقيك، افرض ستك تهرب مني تانية. جه شوان بقى دخل في الكلام على طول وقال خليني امشي وراه، انا هراقب عيني عليه هو والطفله ومفيش اي طريقه هيعرفوا يهربوا بيها. باي تشينج سكتت اللحظه وبعدين هزت راسها بالموافقه. جه شوان كان سابني امشي زمانه، يمكن يساعدني المره ديت كمان، ولسه بلف علشان امشي تشين تشين فجأة مسك في طرف قميصي وقال بصوت واطي انا عاوز اجي معاكم انا كمان. بصيت له تحت وطيبت خاطره وقلت له خليك شاطره، استناني لحد ما اخلص لم الحاجات وهرجع اختك. بس تشين هز راسه بعناده ووشه الصغير كان عليه اصرار رهيب وقال لا انا عاوز اروح معاكم، ما كانش قدامي حل تانية. فبصيت لبي شوانج وقلت احنا راجعين نلم شنطه ومش هينفع ناخد تشين معانا، المفروض تاخديه البيت. ومين كان يصدق ان باي تشينج هتقوم زقه تشين ناحيتي وقال ببرود ماشي جينج شيوان يبقى يجيبوا بعدينا. واحنا في الطريق العيلين الصغيرين فضلوا حوالينا ورغيهم ما بطلش كلام وعمالين يسالوا لي هم شبه بعض بالظبط كده، واللي واحد فيهم عاش مع ابوه والتاني عاش مع امه. غمضت عيني وعملت نفسي مش سامع حاجه، انا ما كنتش عاوز ارجع لباي تشينج باي شكل وما كنتش عاوز اتسحل في الدراما والمشاكل بتاعه عيله الاغنياء دي. لو اعترفت بهويتي الحقيقيه دلوقتي ده هيسيب وجع كبير قوي للطفلين. ولما شافوني مش برد عليهم الطفلين رفعوا علشان يسالوا جيونج شوان، وجيونج شوان سكت لكام ثانيه قبل ما فجاه يفتح بقه ويتكلم. صوته كان مليان غل ومرار وهو بيقول انت رجعت ليه تانية؟ انا كنت مديك فرصه زمان علشان تهرب وتبعد خالص، انت عارف انا كان فاضل لي تكه واكسب قلبها، انا خلاص كل حاجه هتبقى في ايدي. وقبل ما اقدر انطق بكلمه واحده عيون تشين وسعت ووشه كله كان باين عليه الذهول واللخبطه. يا عم شوان انت بتقول ايه؟ وفجاه جينج شوان اتجنن وزعق بكل غل وبشكل مرعب يا واد يا صغير انت مالكش حق اصلا تنطق اسمي على لسانك، انا خلاص زهقت وقرفت منكم كلكم، وبما انكم بقى يابا اتجمعتوا اخيرا يبقى النهارده كلكم هتختفوا للابد. قلبي اتقبض وحسيت ان في مصيبه هتحصل، وفي ثواني مد ايده علشان يمسك ديركسيون العربيه. العيال الاتنين كانوا في العربيه وكان لازم احميهم واحافظ على امانهم باي ثمن، بس هو كان عامل حسابه وجهز كل حاجه. طلع شاكوش حديد من تحت الراس وضربني بيه بكل قوه في كتفي، وجع رهيب وموت هجم عليا وعيني ضلمت خالص من الصدمه، وقعدت اترميت في الكنبه اللي ورا، والجرح اللي في كتفي كان بينزف دم كتير جدا وبغزاره. الدم السخن غرق هدومه وقعد يسيل ويتنطط لتحت. العيال قعدوا يصرخوا صرخه مرعبه من كتر الخوف وجروا عليا بسرعه وهم مش دريانين بنفسهم، استخدموا ايديهم الصغيره الضعيفه علشان يضغطوا على جرح اللي بينزف. بابا يا عمو بالعافيه فتحت عيني وبصيت على ملامح جينج شوان اللي كانت كلها جنون وشكلها مرعبه، وقلت له بصوت مهزوز انت اتجننت خلاص، حتى لو بتكرهني العيل ده حته منها ومن دمها ولحمها، ده وريث عيل بيئه، انت مش خايف انها تكرهك؟ وش جينج شوان اتلوى بشر فظيع وقال العيال الصغيرين دولت ما يسووش اي حاجه وما يتسهلوش يكونوا ولادها اصلا، انا كنت عاوز اخنقهم واموتهم بايدي، بس للاسف هي كانت عينيها عليهم طول الوقت وواخده بالها منهم كويسه، بس دلوقتي الفرصه جات لي خلاص والوقت جه، اول ما اخلص منكم كلكم هفضل جنبها وهي حزينه ومكسوره، وساعتها هدخل وسط الاغنياء والطبقه العاليه دي بوضوح ويد وبكل حق، هتبقى ملكي انا لوحدي وكل حاجه بتملكها عليتها، وكل ده هيتحقق ويبقى حقيقه في اسرع وقت. وبالكلام ده وقف العربيه بالظبط على حرف المنحدره، عينه كانت مليانه نيه قتل صريحه وواضحه، وقال جه الوقت اللي تودع فيه الدنيا ديت، وفي حياتك اللي جايه بقى اياك تقف في طريقي وتكون عائق ليا. وراح رزع باب العربيه وقفله وبدا يزق العربيه ورا بكل حزم وقوه ناحيه المنحدره، وبالرغم من ان العيال لسه سنهم صغير بس فهموا وعرفوا ان جينج شوان بيحاول يخلص منهم ويموتهم. ابن الصغير مسك في قميص تشين بكل قوه ودموعه كانت نازله على وشه زي لؤلؤه مكسوره، وبالذات تشين شفايفه كانت بتترعش بشكل مش طبيعي ومن غير سيطره، وما كانش حتى قادر يطلع صوته وهو بيعيط. يمكن ما كانش يتخيل ابدا ان عمه اللي كان بيدلعه واللي كان دايما بيجيب له حلويات
العربيات وكان حنين معاه جدا يتحول فجأة للوحش ده، يتحول لواحد شرير عاوز ياخد روحه ويموتهم. استخدمت اخر نقطة قوة بيا بالعافية وسحبت العيال اللي بيترعشوا دولت في حضني وبين دراعاتي. الهز والهرج بتاع العربية كانت بتقطع في الجرح اللي في ظهري، الدم السخن غرق هدومي ونزل عمل بقع غامقة على الكرسي. فضلت اكرر بصوت مبحوح ومجهد ما تخافوش، بابا هنا بابا هنا. وفي نفس الوقت كنت بستخدم كل قوتي علشان اضرب باب العربية برجليا. صوت خبط المعادن وهو بيتحطم كان عالي جدا وبيرن جوه العربية المقفولة، بس الباب كأنه كان ملحوم ومصدي، ما كانش بيتحرك ولا سنتيمتر واحد من مكانه. ومع كل خبطة برجليا وجع حد فظيع كان بيضرب في كاحل رجلي. منظر المنحدر بره الشباك كان بيوضح وبين اكتر واكتر، وتحت المنحدر كان في هوية ملهاش اخر وضباب تقيل قوي زي وحش اسود عملاق فاتح بقه ومستني يبلعنا كلنا. ايدي وهي ماسكه الدركسيون كانت عروقها بارزه واضحه جدا، ابتسامه شريره وملتويه اترسمت على شفايفها، ورجله داست بكل غل ومن غير رحمه على دركسيون البنزيمه. سرعه العربيه كانت مرعبه وبقت سريعه جدا بشكل يخوف. العربيه كانت بتتحرك سنتيمتر بسنتيمتر ناحيه المنحدر. العجل اللي ورا كان خلاص بقى بره المنحدر ومتعلق في الهواء وممكن تقع وتنهار في اي لحظه. وفي اللحظه الصعبه والجرح ده صوت زئير موتور عربيه ضخم جه من بعيده وكسر سكون الوادي زي صوت الرعد بالظبط. كشافات قويه جدا زغلله العين انطلقت ناحيتنا، خلى جينج شيوان يغمض عينه بغريزه غصب عنه. وبعدها صوت صريخ بايت شينج الغاضب شق الهواء ورن في الوادي كله. صرخه كانت مليانه يأس وغضب ورعب حقيقي، كل كلمه قالتها كان ليها وزن وتأثير تقيله. يا جينج شيوان انت تتجرأ تلمس جوزي وعيالي، والله هدفعك الثمن غاليه. وفي الثانيه اللي بعدها عربيتها الزرقاء انطلقت لقدام زي السهمه وخبطت بكل عنف وقوه في جنب عربيتنا. صوت الاصطدام يرعب كسر سكوت الهواء، العربيات اتهزت بهزه فظيعه، عربيتنا اتنطرت بعيد عن حرف المنحدر وقعت بتقل كبير على الارض. جينج شيوان الكعب اللي ورا وقعد يرجع لورا كذا مره وفقد توازنه خالص من قوه الاصطدام، وشه في ثانيه بقى اصفر وشاحب زي الاموات وعينه اتملت رعب وفزع. ولما عرف ان خطته فشلت خالص وبقت في الارض لف نفسه فجاه وقعد يجري علشان يلحق نفسه يهرب من الجبل. كان هيموت ويهرب بجلده، بس يا دوب مشى كام خطوه ولقى نفسه محاصر بالبوليس من كل حته ومن كل جانب. اكتر من 12 عسكري حصروه ورافعين السلاح في وشه وملامحهم كانت حاده وجديه جدا. اثبت مكانك، ارفع ايدك لفوق واحنا البوليس. جينج شيوان ما رضاش يستسلم وقعد يعافر بجنونه ويخبط بايده علشان يقاوم، بس العساكر سيطروا عليه وبطحوه في الارض. صوت تكه الكلبشات البارده رن في المكان وهي بتقفل بقوه على ايده وبتقفل معاها كل طموحه المجنونه وغيرته وجنونه اللي ملهاش حدود. بص البايت شينج وعينيه كانت بتطلع غل ومراره وصرخ وقال يا بايت شينج انا عملت كل ده علشانك انت، انا بحبك قوي، ليه بتساعد الشخص الفاشل والفقير المسر الشفقه ده؟ بس بايت شينج ما بصتلوش اصلا ولا اعطيته اي اهتمام ولا حتى نظره واحده. عينيها كانت متعلقه ومركزه بالكامل عليا انا والعيال اللي كنا محبوسين جوه العربيه، وشها كان شاحب جدا زي الورقه البيضاء، وجريت عليا وهي بتنادي باسمه وهي بتجري بكل سرعتها. صوتها كان بيترعش من العياط، خليك ماسك نفسك واصمد، العيال كويسين. وفي اللحظه اللي بعدها البوليس سبك جينج شيوان على الارض. جينج شيوان قعد يضحك ساعتها ضحكه كئيبه وبائسه ومجنونه. لو جيوان انت فاكر انك كسبت خلاص؟ انت عندك فكره من 5 سنين لما اخدت العيل ده بعيد انا حطيت وحشرت حاجات في الحفاضه بتاعته، حاجه مستحيل تتخيلها ابدا ولا تيجي في بالك. بايت شينج لفت فجاه وضربته قلم قوي جدا على وشه وقالت له انت عملت ايه بالظبط؟ جينج شيوان رد وهو بيقول له عملت ايه؟ والدم نازل وسال من طرف بقه وضحكه مجنونه وهستيريه اكتر وقال انا مش هقول لكم، انا عاوزكم كلكم تعيشوا في رعب وخوف طول اللي باقي من حياتكم. بايت شينج بصت لي كده وشها كان شاحب زي الاموات وقعدت تدور بهستيريا في هدوم العيال الاثنين وتفتش في الحفاضات مره ورا الثانيه ورا الثالثه، بس ما لقيتش حاجه خالص نهائيا. صوتها كان بيتراش وهي بتقول هو حط ايه بالظبط؟ الجرح اللي في ظهري كان بيوجعني لدرجه ان عيني ضلمت وكان هيغمى عليا، بس لسه كنت ماسك ايديها بقوه. الدكتور قال لازم نودي العيال المستشفى حالا علشان نعمل لهم فحص شامل وكامل الاول. وفي عربيه الاسعاف بصيت لوشهم الصغيرين اللي انا متعود عليهم وعارفهم كويسه، والجمله دي فضلت ترن وتكرر في دماغي وما نسيتهاش. اول ما وصلنا المستشفى بايت شينج استخدمت كل معرفها وكل علاقتها ووسائطها، خلتهم يعملوا اشاعات اكس على جسمهم كلهم في نص ليله وفحصوا دم علشان يدوروا على اي سمومه وعملوا كل اللي ممكن يعملوه. وعلى الساعه 4 الفجر النتائج بتطلع، كل حاجه كانت طبيعيه وسليمه تماما. اخدت نفس وارتحت شويه وطلعت تنهيده راحه، بس الشوكه اللي كانت مغروزه في قلبي كانت لسه موجوده وما اتشالتش. بايت شينج قعدت على بنش في الطرقه
وهي حاطه راسها بين ايديها، كتفها كان بيترعش رعشه خفيفه، بصت لفوق وعيونها كانت حمراء وبتقول انا اسفه، كل اللي حصل ده بسببي انا وغلطي. فضلت ساكت وقعدت وقت طويل وما ردتش، وفي الاخر قلت لها ببساطه خلينا نركز على العلاج والتعافي الاول وهنتكلم في كل حاجه بعدين. اعصابي اللي كانت مشدوده على الاخر فجاه ارتخت وهديت، والوجع اللي في ظهري وكتفي هجم عليا بكل قوته زي الموج العاليه. الجرح كان اتفتح بالكامل وغرق قميصي بالدم، عيني بدات تزغلل والرؤيه بقت سوداء وبدات تختفي خالص. صوت عياط العيال الاتنين بدا يبعد عن وداني، وحسيت بقوته وطاقتي بتتسحب مني وبتروح خالص. وقبل ما اغمض عيني ما لمحتش غير باي تشينج وهي بتجري وبتحدف نفسها ناحيه النقاله، والدموع كانت نازله وشلالات على وشها. الرعب الحقيقي كان مكتوب وواضح على ملامحها. فضلت تنادي باسمي وصوتها كان بيتقطع ومبحوح لدرجه انك بتعافر علشان تسمعه وهي بتقول بسرعه هاتوا الدكتوره، ودوا المستشفى المركزيه على طول، هاتوا احسن دكاتره واحسن علاج موجوده. صوتها كان بيتراش وايديها كمان كانت بتتراش بشكل مش طبيعي لدرجه انها ما كانتش قادره تمسك العيال وتثبت كويسه. عيالي وجوزي مش لازم يحصل لهم اي حاجه وحشه، لو حصل اي حاجه هدفع الثمن كله بحياتكم وروحكم. ولما فتحت عيني من تانية النور الابيض القوي والمبهر خلاني اغمض عيني بغريزتي، وكنت نايم على سرير في المستشفى. جسمي كله كان بيوجعني وحاسس اني مهدود وتعبان ومستنزف خالص. الجرح اللي في ظهري وكتفي كان مفتوح جدا، الجرح اللي في ظهري وكتفي كان بينقح عليا بوجع، كل نفس كنت باخده كان بيزود الوجع اكتر، وكان بيوجعني لدرجه اني كنت بشهق وانا باخد النفس. لويت ولفيت راسي بالراحه وبطء وشفت على السريرين اللي جنبي في المستشفى في كل سرير فيهم عيل نايم في سابع نومه. ابن الكبير وتشين كانوا نايمين جنب بعض بالظبط، كان لسه في اثر دموع ناشفه عند طرف بقهم، نفسهم كان هادي ومنتظم ومستقر. لما شفتهم هادين ومرتاحين كده قلبي رق شويه، وطالما هم كويسين وبخير يبقى اي وجع واصابه شفتها تهون عليهم. رفعت ايدي بالراحه خالص علشان اطبطب على راسهم الصغيره، بس اتحركت حركه حاده ومفاجئه شويه، وجع فظيع ورهيب جه في ظهري وعرقت عرق ساقع في لحظات من قوه الالم. وفي اللحظه دي بالظبط باب اوضه المستشفى بيتفتح بالراحه، باي تشينج بتخش وعينيها كانت حمراء جدا ومليانه دم، باين عليها انها فضلت صاحيه وما نامتش طول الليله. كانت لسه لابسه البدله بتاعه امبارح اللي كانت متبهدله. الغرور والتكبر اللي كان دايما عليها اختفى خلاص وراح، وبقى مكانه نظره تعب وارهاق، بس كانت نظره حنين وحذر. ولما شافتني اني صاحي وفتحت عينيها فجاه نورت كانها شافت نور الدنيا كله قدامها، وجريت بسرعه ناحيه السرير اللي انا نايم عليه. حركتها كانت في منتهى الرقه والحنان، كانت خايفه تلمسني او توجعني. صوتها كان واطي وهاديه وبتقول لي انت صحيت حاسس بايه دلوقتي؟ انت عندك ارتجاع بسيط في المخ وظهرك فيه جروح وخدوش كتيره وشويه خبط في الانسجه الرخويه، لازم ترتاح جدا وتاخد وقتك، ما تحاولش تتحرك اي حركه مفاجئه. اما بالنسبه للعيال انا خليت رئيس قسم الاطفال يعمل لهم فحص شامل وكامل بنفسه، هم بس اتخضوا واتفزعوا شويه لكن ما فيش فيهم ولا خدش واحد بسيطه. وانا باصص على تواضعها ده وهدوءها اللي ما كانش متعود عليه منها، الذكريات اللي كنت مخبيها من 5 سنين هجمت على دماغي. الموضوع كان باين واضح قدام عيني كانه حصل امبارح بالظبط. في الاصل انا كنت مجرد طالب فقير من قريه ريفيه بعيده ومعزوله، اهلي وعيلتي كانوا غلابه جدا وفقراء، وما كنتش حتى اقدر اوفر مصاريف دراستي وتعليمي. كل يوم كنت بقعد اكل عيش وبس، وما كنتش حتى بلاقي وجبه كامله تشبعني. باي تشينج هي اللي بالصدفه خلال حمله تبرعات وكفاله خيريه شافت حالتي وظروفي في الكشف وتاثرت بتعبي ومجهودي ومذاكرتي، وقررت من نفسها انها تتكفل بيا بالكامل وتصرف عليا. نقلتني من الارياف وجابتني المدينه وعشت حياه كريمه ووفرت لي احسن جو وبيئه للدراسه علشان ما يبقاش همي في الدنيا لقمه الاكل واركز بس في دراستي، علشان اقدر في يوم من الايام ارد لها الجميل ده. ذاكرت بكل ما اوتيت من قوه وكأن حياتي كلها واقفه على المذاكره دي. ما كنتش بتجرأ ان اكسل ولا ثانيه واحده من وقتي، كل يوم كنت اول واحد يوصل الفصل واخر واحد يمشي ويقفل وراه، كنت بسهر بالليل اذاكر، ما كنتش بريح نفسي ولا لحظه واحده. وفي الاخر وبفضل الدرجات الممتازه والتفوق اتقبلت في تخصص التصميم الراقي والمهمه، وده كان اكتر قسم مجموعه باية محتاجينه وبيدوروا عليا. حلفت وعهدت نفسي ان بعد التخرج هكسر نفسي وحياتي كلها علشان اساعدها، هقضي عمري وسنيني كلهم ارد في جميلها وكرمها ونقضي كل يوم من حياتنا مع بعض. لكن كل ده اتحول لقصه كبيره وما قدرتش اسيطر عليها خالص، بس في نفس الوقت كنت عارف تماما انا مين ومقامي ايه. الفجوه اللي كانت بينا كانت واسعه جدا وببساطه ما كانش ينفع تترمد. هي كانت الاميره المتعاليه بتاعه المجتمع الراقي والوارثه الوحيده لعيله باية،
وفي ايديها ثروه ونفوذ ملهاش اخره. اما انا فكنت مجرد شاب ما عندوش اي حاجه تذكر باسمي، مجرد عيل فقير من الارياف، وما كنتش استحق خالص ولا ليق بيها. علشان كده فضلت طول الوقت مخبي المشاعر ديت في اعماق قلبي ودفنتها جوايا. ما كنتش بتجرأ ابدا ان انطق بكلمه واحده، ولا حتى كنت بجرأ ان اقرب منها بزياده. كل اللي كنت بقدر اعمله هو ان اقف جنبها واحميها في صمت وسكوت، لحد ما بايت شينج هي اللي بدأت وخدت الخطوه وجت تدور عليا في ليله منوره بالنجوم، وكانت مكسوفه على الاخره وعينيها كان باين فيها الخجل والاصرار في نفس الوقت. قالت لي انها معجبه بيا وانها مش فارق معايا خالص الفرق في المجتمع اللي بينا. في الليله ديت انا حسيت خلاص ان انا ملكت السعاده، وكنت فاكر ان هفضل معاها طول العمر. بس تاني يوم حصلت حاجه ما كانتش في الحسبان، وهي اللي دمرت كل اللي بينا. فيا ترى ايه اللي حصل معاه في اليوم ده اللي هنعرفه يا اصدقائي في الجزء القادم. استنونا في الجزء القادم من الحكايه ديت، وما تنساش انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. توصلوا المقطع ده 3000 لايك لو عاوزين ننزل الجزء الجديد. وبس كده اصدقائي، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.